لو انت من عشاق الكونفدرالية الأفريقية دي ترتيب المجموعات ونتائج المباريات بعد نهاية الجولة الأولى. تابع معايا عشان تعرف ترتيب المجموعات. المباريات كلها انتهت 0 تعادل، ده معناه 3 نقاط وفي أول وتاني والباقيين لا مؤاخذة. عندنا في المجموعة الأولى اتحاد العاصمة والأولمبيك الأسفي دول اللي فايزين. في المجموعة الثانية المجموعة ب الوداد الرياضي واللي برشحه كمرشح أول لتلك البطولة ومنياما يونيون. اما المجموعه الثالثه شباب بلوزداد وستيلنبوش طبعا انتوا عارفينه. المجموعه الرابعه زي ما انتوا عارفين مجموعه الانديه المصريه، وبالتوقع وبالطبيعي النادي المصري والزمالك على راس تلك المجموعه لان المباراه كانت في ملعبهم فطبيعي ال3 نقاط. فلايك وكومنت وشير كتير على قد ما يقدر في الخير. شايفين الفرق هتكمل على كده ويبقى ال8 دول اللي صاعدين، ولا يمكن يحصل فيهم مفاجآت في مجموعه كده ولا كده؟ زيسكو كده، كايزر تشيفز كده، سنجادة لا مؤاخذة، بلاك ستارز يعني.